بقول لك ايه يا محمد ابني، مين اللي شايل موبايلي من على الشاحن؟ انا يا بابا اللي شلت. اتفضل اهو. تمام. انا اساسا كنت مجهز شنطه هدوم اهي، وانا اخش اصلا اغير جلابيه واجي معاك. تيجي معايا على فين يا بابا؟ مش انت هتوديني دار المسنين؟ مين اللي قال لك كده يا بابا؟ انت مش شايل موبايلي من على الشاحن؟ هو في حاجه اكتر من انك تشيل موبايلي من على الشاحن؟ كل ده يا بابا عشان شلت موبايلك من على الشاحن بس؟ سؤال سؤال، هل هو خلص شحن؟ ده جاب 98%. ده انا تليفوني ما عملهاش قبل كده. بص يا ابني، انا ربنا يعوض عليا على اللبن الجاموسه اللي كنت بشتريه لك عشان ترضع وانت صغير. لبن جاموسه؟ يعني انا كده ابن الجاموسه؟ وكمان بتخرط في الجاموسه، بتخرط في امك. يا ريتها يا اخي كانت جابت لبن زبادي بدل اللبن، او كنا استنفعنا منك بدل ما انت قالنا كده. ليه يا بابا؟ هو انت طلبت مني حاجه وانا قصرت؟ ولا اخليك تنزل تجيب لي حاجه. انت عارف لو انا ماشي على عكاكيز برضه انزل اجيب العيش بنفسه ومش هخليك تنزل تجيب لي حاجه. بس طب ايه رايك بقى يا بابا ان محدش غير اللي هينزل يجيب العيش؟ ما كانش العشم يا محمد يا ابني. وانا كنت افتكرك ان انت تحترمني وانا كبير كده زي والدك. من انت والدي فعلا يا بابا. وقلبي يزعلوا من خلفة البنات. ده انا ربنا حرمني من نعمة كبيرة. ليه بس كده يا بابا؟ لو كنت خلفت بنت كان زمانها دلوقتي حنينة على ابوها، وكانت تخش تغسل المواعين اللي مالية الحوض جوه دي وتساعد امها. لا 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 يا بابا، بص بقى، محدش يغسل المواعين دي غير انا. لا بالكروتهم انت ما بتغسلهمش حلو. لا يا بابا يغسلهم حلو صدقني. بس استنى بس يا بابا، واحده واحده. انا كنت عايز اقول لاخواتي وحبايب قلبي اللي لسه قاعدين في الفيديو لحد دلوقتي وما اشتركوش في القناه، مستنيين ايه؟ اشتركوا في القناه يلا. واللي لسه ما عملش لحد دلوقتي لايك او لسه ما فعلش الجرس، فعلوا الجرس واعملوا لايك. وانا شايفك لسه ما عملتش لايك، اعمل لايك يلا بسرعه، مستني ايه؟ ولو في اي حاجه مش عاجباكم في الفيديو اكتبوها لنا في التعليقات، ما تبخلوش علينا بتعليقكم الحلو ده لما نشوف. خلاص بقى يا سيدي الحبايب، مرضي كده؟ ما عمري ما قلبي هيصفالك ابدا يا محمد، مش هنسى ابدا اللي انت عملته فيا. ليه طيب يا بابا؟ وانت ليك عندي طار طيب يا بابا؟ ده انت شلت موبايلي من على الشاحن، هتعمل ايه تاني؟ استنى لغايه ما نغير قانون الشقه؟ لا يا بابا، ولا عمري هعمل كده طبعا. وهقف على الباب وافضل اخبط لغايه ما ايديا توجعني وانت مترضاش تفتح لي. هتعمل اكتر من كده؟ على فكره يا بابا، انت عمال بتلف في حاجات ومش هتفضى منها. واصحى مع عاطف البواب ويعطف عليا ويدخلني الاوضه بتاعته اللي تحت السلم ويقعدني فيها. على فكره يا بابا كل ده مش هيحصل. عاطف البواب يا محمد، عاطف البواب اللي استلف مني 2000 جنيه ولغايه دلوقتي ما رجعهمش. ولا يهمك يا سيدي الناس، لو عايزني دلوقتي انزل اخطف لك عيل من عيال اخطفهولك. لا انت مش ابني، انت اكيد اللي بيجري في عروقك ده عصير رمان مش دم ابدا. يوه عليا وعلى سنيني، اعمل ايه طيب يا بابا عشان ارضيك؟ يا ريتني كنت خلفت بنت، اهي كانت ساعدتني. وكمان بيتشوح لي، يا ريتني كنت خلفت بطه، اهي كانت احسن منك. لا انت مش ابني ابدا. امك كانت بتقول لي انا عايزه بنت، كنت بقول لها لا انا عايز ولد واسميه محمد. يا بابا انتوا كنتوا بتنقوني من السوق. خلاص سيبك من السين سؤال، خلينا في الجيم سؤال. جيم ايه؟ سؤال. هل حد قالك قبل كده ان انت مش ابن جدع؟ خلاص يا بابا اعتبر ان انت اصلا ما خلفتش رجاله. ولا عمري اعتبرت اصلا ان انا عندي رجاله. طيب يا بابا شوف حضرتك عايز ايه من بنتك ساره وانا معاك. سوسن، انا كان طول عمري اخلف بنت واسميها سوسن. طيب يا سيدي الناس، شوف حضرتك عاوز ايه من بنتك سوسن وانا تحت امرك. خدمتك بقى، ما انت بقيت سوسن خلاص. طيب يا سيدي الناس، خدمتك. مش عايز حاجه منك، حد الله بيني وبينك يا بنتي يا سوسن. انا لو راجل عجوز اخش ورده طبق الغسيل لامك ولا الحوجه ليك. طب على فكره بقى بابا مش هيحصل برضه اللي اخش اطبق الغسيل ده. ما كانش العشم يا سوسن يا بنتي، يا خساره المرتو اللي كنت بقوله لك كنت صغيره. سيبك بس يا بابا من كل ده، وبعدين يا بابا انت بتعايرني بكيس مولتو. على فكره يا بابا انت بخيل جدا. ولا تعايرني ولا عايرك، كل اللي بينا انتهى. خد بس يا بابا، كل اللي بينا انتهى ايه؟ وانت مفركش مع خطيبتك؟ ده انا بنتك، لا ده انا ابنك. ابني بأمارة ايه؟
ابني اللي كان بيسيب امه تعمل الاكل 12 ساعة ويجي على الاكل ينزل يجيب كيس اندومي وياكله عشان يجيله السرطان وفي الاخر يحرق قلبي. خلاص يا بابا ما تحورش. ما تحورش؟ هي وصلت تقول لابوك كده؟ قصدي ما تزيدش يا بابا. ما صرتش؟ عامة يا بابا انت كنت بتاكل معاه من الاندومي ده. هو انت بتعلي صوتك على ابوك يا محمد؟ ما تيجي تلطشني بالقلم احسن، ما انت ايديك طويل. ايه؟ ازاي يعني يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ ده المسافة بينا طويلة. ما انت ايديك طايلة يجي 3 متر قدام وانت تغلب. انا اسف يا بابا، خلاص يا بابا حقك عليا، خلاص انا مش هاكل اندومي تاني وهاكل اي اكل ماما هتعمله. هو فين الاكل ده؟ ماما مش عامله اكل النهارده، بس انت عارف انا لو رجليا هتموتني كده برضه هخش اساعد امك في المطبخ، ولا انك تطلب لنا دريفري ابدا. لا يا بابا مش هيحصل الكلام ده النهارده، محدش هيطبخ النهارده خالص، انا هطلب لكم دريفري. اطلب لك ايه؟ ولا عمري يا استاذ، انت مش ابني ابدا، ولا عمري اطلب نص طحينه ولا نص كباب ولا نص كفته ولا نص ابيض مش بسمتي. طيب يا بابا تطلب حاجه تانية اضيفها لك؟ لا كده حلو قوي خلاص. طيب يا بابا ماشي، طب بعد اذنك بقى استاذنك في تليفونك. اتفضل يا بيه. ماشي يا بابا، ادي تليفونك على الشاحن اهو. مرضي عني كده؟ يا ريتني كنت خلفت بنت. بعد كل ده يا بابا ولسه مش مرضي عني؟ حاضر يا بابا انا هريحك مني خالص. يا خساره، مات قبل ما يدفع حساب الاكل. يا ريتني كنت خلفت بنت. ماشي، لحد ما تصحى انت يكون الدليفري جه تبقى تحاسب على الاكل.